السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريحان رشيد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم حلوة معسلة كتجي سهلة ولذيذة كيف ما كتشوفوا في الصور. كتجي الشكل ديالها جميل والمذاق ديالها كيجي رائع، كتجي هشيشة ومورقة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. المقادير ومراحل التحضير تابعوني، نبداو على بركة الله. المقادير او المكونات ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم اللي هي حلوه معسله كتجي لذيذه وسهله التحضير. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض يكون ممتاز، يكون نوع جيد. عندي 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المكان، يعني خرجوها من الثلاجه مده. هاد الزبده فهي زبده من اصل الحيواني، يعني ما نديروش الزبده النباتيه، فمن الاحسن نديرو زبده حيوانيه. عندي صفر ديال البيضه اللي غادي يكون في وسط الحشو، وعندي البياض ديال البيض بيضه واحده اللي غادي نحتاجوه للدهن. عندي كيس ديال سكر فانيلا، وعندي كيس ديال الخميره الكيماويه 7 غرام. عندي القليل من الملح، وعندي نص كاس ديال الماء صغار ما كاملش كيف ما كتشوفوا، يكون نوع جيد. عندي القليل من الزنجلان او السمسم للتزيين، وعندي النشا باش غادي نورقوا هذا العجين. عندي عسل اللي غادي نحتاجوه في اخر مرحله باش غادي نعسلوا الحلوه، وعندي ماء باش غادي نجمع العجين. الماء غادي يكون على حسب الخليط. هذه هي المكونات وندوزو على بركه الله الطريق. غادي ناخذ الدقيق غادي ندير الزبده وغادي نبدا نرمل هذا الدقيق بهذه الزبده حتى يدوز لي كامل في الزبده. لما تخلطت الزبده مع الدقيق مزيان، يعني هاد الدقيق كله كيترمل بالزبده، غادي نضيف الصفر ديال البيضه، وغادي نضيف نص كاس ديال الماء الزهر، سكر فانيلا، رشه ديال الملح والخميره، وغادي نخلط. بالنسبه للماء غادي نحتاجو غير كميه قليله ديال الماء، لان هاد العجين راه كيتجمع دغيا، ما كيحتاج لا لدلك لا والو، يعني ها كنجمعوه. غادي نضيف الماء، ما خاصش العجين يجينا جاري، خصو يجي واقف. جمعت العجين هو هذا، ما كندلكوش. غادي نديرو فيلم اليمونتير وغادي نخليه يرتاح في الثلاجه واحد الساعه. غادي نقسمو على جوج. قسمتو على جوج، ندير كل جزء بوحدو. العجين عندي بعد ما ارتاح هو هذا، غادي ناخذ جزء منه، ناخذ هذا وغادي نسرحو، كنخليوه ساعه ساعتين. فالعجين قد ما ارتاح فهو كيجي سهل باش نخدمو به. وغادي نتلف مزيان، وغادي نرشو هكذا بالنشا. وغادي نطويه كيف كنطويو الرغايف بحال هكذا.
نديرهم في بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا، يعني القطع بجوجهم، يعني كيف ما درت القطعه الاولى كندير القطعه الثانيه، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه عاد نسرحوهم. العجين ديالنا بعد ما ارتاح هو هذا، خليته واحد ربع ساعه. دابا غادي نسرح هذه القطعه، كنديرو النشا بعد ما سرحت العجين. هو هذا كيف ما كتشوفوا رقيق، خصو يكون رقيق مزيان. غادي ناخذ مرشم اللي غادي نقطع به، يكون بهذا الشكل دائري. الا كان موجود عندكم بحال هذا المرشم يمكن لكم تستعملوه، ولا اي مرشم يكون شكله دائري. ولا ما عندكمش يمكن لكم ديروا كاس ديال العنبه بحال هذا، يعني كاس ديال اتاي، ونقطعوا به. يعني ماشي شرط يكون عندنا المرشم، نقطعوا به دوائر بحال هكا. دابا غادي ناخذ هنا قطعه، غادي ندير على شكل مربع باش غادي نقطع منها اشرطه. غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو بهم، وغنعاود نطلقوا العجين ثاني مره اخرى. يعني كنديروا لهم بحال هكذا، وغادي نخليهم يرتاحوا. ندير لهم فيلم اليمونتير يعني بلاستيك غذائي، وغادي نخليهم يرتاحوا، يرتاح لي العجين بحال هكذا، ومن بعد غادي نطلقوه. هادو هما الدوائر. غادي ناخذ هاد القطعه اللي هي خليتها في الاول، غادي نشكل منها قطع هكا طويله بهذه الطريقه. غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموا بهم. شريطه غادي نوضعهم جانبا. غادي ناخذ قطعه دائريه اللي هذه، غادي نبسطها شويه بيديا تعطيني بحال الشكل البيضاوي شويه، ماشي بزاف، بحال هكا. غادي ندير لها هكذا، يعني بحال كندير فيها نيات، وغادي نضغط هكذا بصبعي الوسط بحال هكذا باش الشكل هي بابيون كيف ما شفتوا، يعني بهذه الطريقه. ناخذ الشريط اللي هما درتهم، ناخذ البيض ديال البيض اللي هو هذا اللي بقى لينا الاول من الصفار ديال البيضه، غادي ندهنو بحال هكذا، وغادي ندير الوجه اللي دهنته هو اللي غادي نديرو على هاد البابيون اللي هي ربطه العنق، ونديرو من اللور ونقطع الباقي بحال هكذا، وتنقادو طبع هكذا، وتنحط كنستمر مع القطع كاملين بحال هكذا. يعني كنبسط هكذا واحد شويه باش كيعطيني شويه شكل بيضاوي، وغادي ندير لها بحال هكذا. يعني هاد الطويات كنحاول ندير لهم بحال هكذا، كنحاول نطويهم وكنضغط من الوسط بحال هكذا، تنقادو بالطبع بحال هكذا. غادي ناخذ شريط كندهنو بالبيض ديال البيض بحال هكذا، وكندير الجهه اللي دهنتها بالبيض هي اللي كنديرها على الوجه، كنرجع اللور بحال هكذا، كنلاقيهم وكنقطع الباقي بحال هكذا، كنضغط وتنقادو البابيون ديالنا بحال هكذا. تنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. درت المقله تسخن فوق العافيه ودرت فيها الزيت اللي تكون شويه كثيره حتى تسخن مزيان. وبالنسبه للعسل، عندي العسل هنا دفيته
ما كنديروهش بارد، يعني غير دافي، غير واحد شويه د العسل فيتا منزلاه في القناه. غادي نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا العسل كيجي ممتاز، دايره فيه واحد الماده اللي كتخلي العسل كيلصق على الحلوى. الا بغيتو تشوفوا فغتلقاو الرابط في صندوق الوصف، وكذلك غادي يظهر ان شاء الله في اخر الفيديو. الزيت بعد ما كيسخن كنزلوا الحلوى ديالنا، كنبداو نزلوها بحال هكذا على نار اللي تكون مهيله، ما تكونش مجهده باش ما تحرقش لينا. كما كتشوفوا كيتنفخوا، غادي نخليهم حتى يذهبوا على الوجه اللي تحت ونقلبوهم، يعني كنبقاو مراقبينهم ما كياخذوش الوقت. لما كيشدوا اللون ذهبي كنبقاو نقلبوا بحال هكذا. غادي نحيدوهم من هذا الزيت وغادي نديروهم في العسل، كنصفيوه بحال هكذا، وكندير في العسل اللي كيكون دافي. الحلوى المعسله اللي هي حلوه الفراشه او حلوه البابيون، هي هذه بعد ما وجدات عسلتها، كنخليها واحد 5 ديال الدقائق في العسل وكنسقطرها. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، كتجي شكلها جميل ولذيذه وشيشه بزاف بزاف، يعني مرقه وهشيشه كيف ما كتشوفوا، يعني شيشه. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. الى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.